السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نركب طاقة شمسية كام كيلو علشان تكفي الأرض المية، أيا كان أنا هزرع إيه. بنسمع إجابة بقى غريبة جدا. بص حضرتك، يعني كيلو طاقة للفدان؟ لا، أنت لو هتزرع نخل في البداية ممكن كيلو طاقة للفدان، ولما النخل يكبر شوية 2 كيلو للفدان. طيب مش أولى بحضرتك وانت راجل استشاري كبير كده او راجل يعني خبير محترم، نقول انه القصة كيس باي كيس، يعني كل ارض وكل حالة ليها ظروفها. يعني هل هفترض مثلا ان انا وجاري عندنا ارض جنب بعض او قريبة من بعض، انا وش المية عندي مثلا وليكن 30 متر وهو وش المية عنده 50 متر، وهنزرع نفس الزرعة، هل انا هحتاج طاقة شمسية بغاطس نفس القدرة اللي هو يحتاجها؟ أكيد أنا هحتاج أقل. طيب أنا هزرع نخل وجاري هيزرع محاصيل، هل هنحتاج نفس الطاقة؟ أكيد اللي هيزرع شجر أو نخل هيحتاج طاقة أو غاطس أقل من اللي هيزرع محاصيل، سواء بقى برشاشات سواء هيزرع تحت بيفوت أيا كان. في الآخر هو أكيد هيحتاج مية أكتر مني، وبالتالي يحتاج طاقة شمسية وغاطس أكبر مني. يبقى الإجابة على فكرة أنا محتاج طاقة شمسية قد إيه، هو وش المية عند حضرتك قد إيه، حضرتك المساحة اللي هتتزرع على البير ده قد إيه، حضرتك هتزرع إيه وهتروي إزاي. النهاردة برضو لما أقول إن أنا عندي نخل، هرويه بالغمر ولا هرويه بالتنقيط؟ انا هزرع الارض كلها نخل وشجر ولا هزرع منها جزء محاصيل؟ انا هعمل رشاشات ولا لا؟ البير ده ل 100 فدان ولا ل 150 فدان ولا حتى ل 200 ولا 250 فدان زي اراضي الريف المصري مثلا؟ يبقى مفيش إجابة قاطعة على فكرة أنا محتاج طاقة شمسية قد إيه. المفروض حضرتك نقول إنه مساحة الأرض قد كذا، وبالتالي أنا محتاج مقنن مائي لكل فدان، وبحسب على الاحتياج الأقصى. يعني أنا سي مثلا دلوقتي هزرع نخل، يبقى أنا أعمل حسابي إن الفدان ده فيه 60 نخلة، وتربتي محتاج بحد اقصى مثلا من 200 ل 250 لتر للنخله في الرايه الواحده. طب انا لما النخله ده يكبر هروي يوم او يوم؟ لا، يبقى انا احسب نص الارض مثلا، واقول ان النخله لها مثلا من 200 ل 250 لتر ميه، اضرب في عدد النخل اللي عندي، يبقى انا محتاج ميه قد كذا. بعد اذنك يا مهندس الطاقه الشمسيه المحترم، انا محتاج ميه قد كذا يومي. هو يقول لي بقى والله البير اللي عند حضرتك ده بوش الماء اللي عند حضرتك ده بتعويض البير اللي معروف في المنطقه اللي حوالين حضرتك محتاج مثلا وليكن طاقه 100 كيلو علشان تستخرج كمية المية بدون ما يكون في استنزاف للبير بتاع حضرتك، وفي نفس الوقت نطلع مية تكفيك وزياده شويه. ودايما اعمل حسابي في زياده 10 15%، مفيش مشكله. يعني مثلا حسبت الحسبه ولقيت نفسي محتاج مثلا وليكن 900 متر في اليوم، لا اقول له انا محتاج 1000، محتاج 1100، بحيث انه حتى مع الزمن لو وش الميه بعد متر 2 متر ايا كان، بعد 3 متر بعد 10 متر، يبقى انا برضو في الايه في السيف يعني. ففي الاخر اللي يحسب كمية الطاقة الشمسية اللي حضرتك محتاجها أو قدرة الغطس اللي حضرتك محتاجها هو عوامل كتير مع بعضها. حضرتك المساحة اللي هتتروي بالبير ده قد إيه، وش المية عند حضرتك قد إيه، حضرتك هتزرع إيه. أنا دايما بحب أضرب مثال بحاجات يعني واقعية. النهاردة أنا مثلا هزرع أرضي نخل، أنا هزرع والمساحة كلها مثلا 200 فدان، ووش المية عندي 40 متر، تمام. طيب انا محتاج ميه قد ايه للنخل ده؟ انا عندي 200 فدان، هروي النهارده 100 فدان وبكره 100 فدان، يبقى انا هحتاج للري يومي 100 فدان. ال 100 فدان دول فيهم كام نخله؟ فيهم 6000 نخله. طيب ال 6000 نخله دول محتاجين قد ايه؟ محتاجين على الاقل 250 لتر، 250 لتر للنخله في احتياجها الاقصى اللي هي عمرها 7 8 سنين فما فوق، محتاجه 250 لتر في الري. طيب انا هضرب 250 في 6000، في 6000 نخله يطلع كام؟ يطلع 250 في 6 يطلع 15 1500 متر مكعب يومي. طيب يا سيدي الفاضل مهندس الطاقة الشمسية المحترم، أنا محتاج البير ده يطلع لي متوسط 200 متر مكعب في الساعة علشان يديني من 1500 ل 1600 متر مكعب يومي علشان يكفي أزرع النخل بتاعي.
طيب والله الغاطس اللي يطلع هذه الكمية من المية وليكن مثلا هو ومحتاج كمان ضغط أو بار مثلا وليكن 1.5 أو 2 بار. طيب يبقى حضرتك محتاج غاطس وليكن مثلا 100 حصان، 120 حصان، 150 حصان، زي ما هو مهندس الطاقة الشمسية يبلغ حضرتك بعدد مراحل قد كذا عشان يديك كمية المية اللي هي حوالي 1500 1600 متر مكعب يومي، زائد ضغط عند البير مثلا وليكن من 2 ل 3 بار. طيب والله لا ده انا هزرع نص الارض دي نخل وهزرع نصها محاصيل، يبقى انا بدل ما هحتاج في اليوم 1500 متر مكعب لا ده انا هحتاج 2000 او 2200 متر مكعب بشكل يومي. يبقى انا محتاج اكبر الطاقه دي او محتاج اكبر الغاطس، وبالتالي الطاقه يعني من 100 مثلا الى 125 او حتى 150 على حسب الميه اللي محتاجها بالظبط. لا والله ده انا هزرع جزء من الارض برسيم فانا محتاج في اليوم 3000 متر مكعب، يبقى برضو ممكن ازود الطاقه لغايه 175 ولغايه 200 ولغايه 225 كمان مفيش مشكله خالص اذا كان تعويض البير يسمح بده. فالخلاصه انه مفيش حاجه اسمها يعني حصان للبتاع او كيلو للفدان ولا 2 كيلو للفدان، ولا ان البير ده مش عارف يعمل ايه. في حاجه اسمها حضرتك بعد ما احفر البير بجيب مهندس الطاقه المحترم واقول له المساحه قد كذا، انا وش الميه عندي قد كذا، انا محتاج ميه قد كذا علشان هزرع 1 2 3. هو يحدد لحضرتك قدره الغاطس بالحصان، وحضرتك بتجيبها قصادها الواح طاقه شمسيه بالكيلو انا هجيب مثلا غاطس 100 حصان هجيب الواح طاقه شمسيه قدرتها 100 كيلو. ده المثال مثلا انا عامله عندي الغاطس 100 حصان، وبالتالي جايب لها طاقه يعني هي طبعا ما بتجيش 100 بالشعرايه يعني، جت حوالي 103 104 كيلو بحيث تكفي انها تطلع لي في اليوم متوسط 1600 1700 1800 متر مكعب يومي. ده يكفيني لزراعه ال 200 فدان نخل ان شاء الله على خير. دعواتكم كده بالتوفيق، واظن ان شاء الله يعني يكون الكلام واضح. شكرا جزيلا.